في بعض اللحظات تفلت من أفواهنا كلمات قبل أن نفكر في معناها جيداً، وتسبب لنا مواقف محرجة. حتى مع الشخصيات الخيالية قد يحدث ذلك. شاهدنا في الحلقة السابقة كيف أن السيدة سوزاكو قالت لتاماهومي كلمات جرحت بها مشاعره، وكان رد تاماهومي عليها قاسياً. عندما عرض علي استبدال الحرس بك تاماهومي. وقتها انهارت تيميارا وغابت عن وعيها ومرضت مرضاً شديداً. هل أنت بخير؟ أنا آسف يا سيدي، أشعر أنني المسؤول عن هذا. تاماهومي، هيا أخبرني بما حدث خارج القصر. اسمع، إن كنت تستحق العقاب فسأعاقبك. كدت تموت من أجلي بسبب لا مبالاتك. انظر إلى وجهك كيف صار كالخريطة. يبدو أن أمري لا يهمك، صحيح؟ لماذا لا يهمني أمرك؟ ما الذي فعلته؟ لقد رفضت استبدال الحرس وبعد أن انهارت هجم علينا اللصوص. هذا كل ما في الأمر. عفوا يا سيدي، يبدو أن المهمة الملقاة على السيدة سوزاكو أكبر من أن تتحملها، فهي مريضة وتعاني بعض الضغوطات الجسدية والنفسية. عليها أن ترتاح وتبتعد عن التعب والإجهاد، وأنا من جهتي سأصف لها بعض الأطعمة والمقويات التي تعينها على ذلك. هل ستتحسن حالها قريبا؟ يصعب أن أعرف ذلك الآن. أمي سوارين. ميارا، هل تريدين العودة؟ هل ترغبين في الرحيل؟ تاماهومي، نوريكو. حاضر. اتبعاني. يجب علينا مساعدة ميارا. ستسوء حالها كثيرا إن لم نفعل ذلك. الحل الوحيد الذي سيخفف عنها معاناتها أن نعيدها إلى حيث أتت. كل يغني على ليلى. ولكن كيف يمكننا القيام بهذه المهمة؟ صديقنا تايكوم. ماذا؟ تايكوم؟ إنه هو الرجل الحكيم الذي ساعد الإمبراطور الأول على تدوين كتاب نجوم السوزاكو السبعة. يقال أن صومعته تقع على رأس جبل الجنوب، وهو الوحيد الذي يمكن أن يساعد ميارا على العودة إلى عالمها. هيا بسرعة، هاتوا لي كتاب نجوم السوزاكو السبعة. أمرك سيدي. لا تتركني في هذا العالم الغريب يا تاماهومي. آسف يا ميارا، لن أستطيع البقاء معك. تاماهومي، أين أنا؟ أجل، تذكرت. نشب شجار بيني وبين تاماهومي بسبب سوء فهم. لا أدري كيف بدأت المشكلة. لم أكن أقصد الإساءة. كيف يمكنني مواجهته مرة ثانية؟ من هناك؟ كيف حالك ميارا؟ هاتهاري. أأنت بخير؟ لا بأس، أشعر ببعض التعب. جئت لأخبرك خبرا سارا يا ميارا. وجدنا طريقة لإعادتك إلى عالمك. حقا ما تقول؟ عليك أن تزوري تايكوم أولا. ولكن من تايكوم؟ تايكوم هذا هو الرجل الحكيم الذي حدثتك عنه سابقا. يعيش في قمة جبل الجنوب. لا أحد غيره قادر على إعادتك إلى عالمك. أول خطوة هي أن تذهبي بصحبة أعضاء السوزاكو إليه، ولكن احذري، الطريق ليس سهلا. كيف سأعود إلى عالمي وقد وعدت بإنقاذ بلادكم بقوة السوزاكو؟ لا تشغلي نفسك يا أنسة ميارا، فقد تحملت أعباء فوق طاقتك. اهتمي بنفسك أولا، وعندما تعودين سيكون لنا حديثا آخر. ولكني بخير. قبل أن ترحلي أريد منك أن تعديني. أعدك بماذا يا سيدي؟ عديني بعد أن تذهبي إلى عالمك وتستعيدي صحتك بأن تعودي إلى إمبراطورية هونن، فهي في حاجة إليك. ولا تنسي يا آنسة ميارا أنها انتظرتك بفارغ الصبر. كيف سأذهب إلى عالمي وأترك كل شيء هنا وراء ظهري؟
لقد قطعت عهدا على نفسي أن أحصل على قوة السوزاكو وأجمع النجوم لأنقذ البلاد. لم أشعر بالمسؤولية كما شعرت بها الآن. هوتوهوري، تاماهومي، لن أستطيع نسيانكم. كنتم خير عون لي في وحدتي. لماذا غادرت مكانك أيها الصغير؟ هل تتجسس كالعادة على أحاديث الناس؟ ولماذا تحشرين نفسك أنت دائما فيما لا يعنيك؟ هل تقصد بأنني دودة؟ ألا تخشى أن تصبح مثلي دودة ضعيفة مسكينة ضعيفة الجناح؟ هذه الدودة سوف تلف حول رقبتك لتقطع أنفاسك. ستتحول الدودة إلى فراشة أم ضفدعة؟ ضفدعة؟ وهل أجرؤ على أن أقول ضفدعة؟ اسمع، أريدك أن تساعدني على أن أصبح مشهورة مثل ميارا، وأحب أن أخبرك أن غيرتك من الإمبراطور بدأت تظهر على وجهك ومن الصعب إخفاؤها. تقولين غيرتي؟ من هو الإمبراطور؟ ولماذا أغار منه؟ أتحسبين أن جميع الناس تفكر مثل ما تفكرين؟ أنا لا أفكر إلا في جمع النقود، الذهب، الفضة. يا روحي، يقول المثل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. ربما قسوت في كلامي كالعادة. هل حقا أنا غيور؟ هل أنت مصر يا سيدي على عدم اصطحاب الحرس؟ قلت لك مرارا أن الإمبراطور العادل الذي يحبه الناس لا يحتاج إلى حماية. أضف إلى ذلك أن هيبتك وبهاءك الإمبراطوري يضفيان هالة من الهيبة والوقار. جواهر، أجل تنطق بالجواهر أيها المستشار. المغرور مغرور حتى ولو كان إمبراطور. هذه المشاهد تثير غضبي. اهتموا بشؤون الإمبراطورية في أثناء غيابي. اطمئن يا سيدي. نحن بأمان، لا داعي للاختفاء. إنه يسترق النظر إلي. الجو متوتر قليلا. حسنا، هل تعرفون لماذا يأخذ الغبي معه باب سيارة عندما يسافر؟ حتى يفتح نافذة الباب عندما يشعر بالحر. لماذا لا تضحكون؟ ربما لا تعرفون السيارة. يا إلهي، أشعر بأن قلبي يخفق بشدة وحرارتي مرتفعة جدا. يبدو أن السفر أتعبني. ميارا؟ هذا أنت؟ لقد أخفتني. تعانين ارتفاع الحرارة مجددا ويجب أن تأخذي الدواء. ماذا؟ هناك نبع مياه معدنية، يقولون أن الاسترخاء في مياهه مفيد جدا للمرضى. اذهبي إليه لعلك تشفين من مرضك يا عزيزتي. مياه معدنية؟ شكرا لك، هذا ما كنت أحتاج إليه. ولكن هل يمكن أن يبقى هذا سرا؟ لا تخافي، سرك في بئر. أرجو أن تنجح الخطة ويتقابلا في الطريق. حرام عليك، ماذا تفعلين؟ أنا بشر. يقال إن في هذه الغابة نوعا من الكستناء اللذيذ، أريد بعضا منها. أيقظتني من أجل هذا؟ سأحضرها وإلا فلن أكون أمك ولا أنت ابني. وجدته، نبع المياه المعدنية. يا سلام، سأنزل للسباحة. مرضت الفتاة مرضا شديدا منعها من مغادرة الفراش، ولكن إرادتها القوية التي تتصلب يوما بعد يوم جعلتها تتماثل للشفاء وتستأنف حياتها من جديد. حاول الإمبراطور إيجاد طريقة ما لإعادة السوزاكو إلى عالمها حتى تستعيد عافيتها. لا عودة إلا بمقابلة تايكوم وسط الغابة على جبل الجنوب. استعد الجميع للسفر، وفي أثناء الطريق أشعر بأن حرارتي مرتفعة جدا.
نزلت الفتاة إلى نبع مياه معدنية لتشعر ببعض الراحة. ما الأمر؟ لقد تبللت بالماء. هل للقصة تأثير قوي كل هذا التأثير؟ ما أجمل الاسترخاء في الماء الدافئ. كأنني في منتجع سياحي من فئة النجوم الخمسة. نوريكو تلك السيدة المزعجة كالبعوضة، لا تنام ولا تدع أحدا ينام. لا هي أمي ولا أنا ابنها، ومع ذلك لا أستطيع الهرب من حصارها المطبق علي. ميارا، ارجعي إلى الوراء يا ميارا.